السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية العباية في المنام للعزباء والمتزوجة والحامل والمطلقة وفي منام الرجل. العباية في منام العزباء دلالة على الستر واتباع التعاليم الدينية بالإضافة إلى السير على النهج الصحيح. ارتداء العباءة البيضاء في منام العزباء دليل على اقتراب زواج الحالمة من رجل صالح سيساعدها على بلوغ كل ما تتمناه. أما رؤية شراء عباية جديدة في منام العزباء، الرؤية بتدل على الحصول على منفعة كبيرة، بالإضافة إلى أن هناك تحسين كبير جدا سيشمل كافة جوانب حياتها. بيرمز الحلم أيضا على الحصول على مكاسب مادية عديدة ستساعد على تحسين الوضع الاجتماعي للحالمة. أما العباية بتبشر إلى أن الحالمة ستحصل على فرصة عمل جديدة، أو لو كانت الحالمة تشعر بالوحدة أو الفراغ العاطفي، فإن الحلم بيرمز إلى اقتراب ارتباطها بالزوج الصالح. العباية في منام المرأة المتزوجة بيكون دل على إن حياتها تشهد حالة من الاستقرار، وخاصة في علاقاتها الزوجية. العباية في منام المتزوجة بتكون دل على إن زوجها سيحصل على وظيفة جديدة سيتمكن من خلالها من سد كافة احتياجات المنزل. أما شراء العباية في منام المتزوجة علامة على أنها تمتلك الحكمة الكافية من أجل التعامل مع كافة المشاكل في حياتها. أما خلع العباية في منام المتزوجة من الرؤى الغير مبشرة التي بترمز إلى أن الحالمة لن تتمكن من النجاة من المشاكل اللي ستضعها فيها الحياة رغما عنها. أما العباية للمتزوجة علامة على أن زوجها يحاول طول الوقت أن يحافظ عليها. في حالة رؤية العباية البيضاء للمتزوجة بتكون دليل على تحسين الأحوال والتقرب من الله عز وجل. لبس العباية في منام المتزوجة إشارة إلى كثرة التغييرات الإيجابية التي ستحدث في حياة الحالمة. بيرمز أيضا أن الحالمة ستتمكن من الخلاص من كافة همومها وأحزانها، وستبدأ صفحة جديدة وستحب نفسها أكثر من قبل. العباية الجديدة في المنام دليل على الحصول على الرزق الوفير والخير، وشراء العباية الجديدة ولبسها في المنام علامة على أنها ستتخذ الكثير من القرارات الهامة في حياتها والتي ستتبدل وضعها للأفضل. تفسير حلم لبس العباية في منام المرأة الحامل بتشير إلى مرور فترة حملها بدون تعب، بيدل أيضا على صحة وسلامة جنين الحامل. تفسير حلم لبس العباية للحامل دلالة على أن الولادة سوف تكون سهلة وميسرة بإذن الله. حلم لبس العباية للحامل في حال كانت جديدة وبيضاء فهي بتدل على تحقيق الأماني. حلم لبس العباية للمطلقة بتدل العباية للمطلقة في المنام على الفرج القريب. شراء العباية في منام المطلقة على أنها ستفتح صفحة جديدة في حياتها وستتمكن من العيش بشكل أفضل وبلوغ كافة أهدافها. بنقول بقى وبيدل كمان على مدى قربها من المولى عز وجل، وهيكون امتلاكها كمان العديد من الصفات الأخلاقية الحسنة. أما رؤية المطلقة بأنها ترتدي العباية في المنام إشارة أنها تشعر بالهناء والسرور في حياتها. ولبس العباية في منام المرأة المطلقة بنقول هي من الرؤى المحمودة، وهو بيرمز لها على تخلصها من كل المشاعر السلبية كانت مسيطرة عليها بعد انفصالها عن زوجها. ولبس العباية في منام المرأة المطلقة هي بترمز إلى امتلاكها الكثير من الصفات الأخلاقية والطباع الشخصية الحميدة، ولذلك يتحدث الآخرين عنها بشكل جيد للغاية، والله أعلم. أما حلم لبس العباية للرجل، رؤية الرجل بأنه يلبس العباية في منامه بتشير إلى أن صلاح أحواله وأنه قريب من الله وملتزم بإيمانه. وقد يشير لبس العباية بالحلم على أنه متزوج من امرأة صالحة تتقي الله في بيتها وزوجها. وقد يكون تفسير هذا الحلم بأن ربنا سوف يرزقه برزق كثير وخير عن قريب. طب من يرى عباءة من الحرير أو يرتديها في المنام فإنها دليل أو شهادة على أنه شخص كسول ولا يؤدي مهامه في الحياة. وقد يشار إلى الشخص بأنه لا يجتهد في الحياة بشكل عام لكسب لقمة العيش، والله تعالى أعلى وأعلم. ويدل هذا الحلم على أن هذا الرجل الحالم سيكلف الله تعالى بالمال والخير في القريب العاجل. أما إذا كان الحالم رجل متزوج وله زوجة حامل بالفعل فإن الرؤية هنا لارتداء العباءة بتعني أنه سوف يتضاعف الرزق الذي سيحصل عليه له ولابنه.
مما يعني إن الصبي سيكون سببا جيدا ودائما لكسب الرزق لجميع الأشخاص في المنزل، والله تعالى أعلى وأعلم. ولبس العباية السوداء في المنام إشارة حسنة في العموم تدل على ارتفاع مكانة من تلبسها في المنام. والعباية السوداء في المنام مال شريف يكتسبه الرائي. أما رؤية لبس العباية البيضاء في المنام فمحمود ويعبر عن صلاح الدنيا والدين لصاحب الرؤية. أما العباية الزرقاء في المنام هي من الألوان المكروهة في الرؤى والمنامات، وبيرى أهل التأويل إن اللون الأزرق في الحلم بيعبر عن كثير في الأحيان على الهموم والغموم والكرب. أما لبس عباية حمراء في المنام بنقول هنا تفسير اللون الأحمر في الثياب للنساء خاصة بيكون دليل على انفراج الأحزان ودخول السرور والفرح إلى حياتها. كمان بنقول اللبس اللون الأحمر في منام النساء بيدل على مال كثير يأتيها. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.